بالروح بالدم نبنيك يا سودان. 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 السلام عليكم جميعا. نحن هنا رسالتنا ما طويلة. نحن هنا رسالتنا ما طويلة، عاوزين نرسل رسائل نوصل صوتنا إلى كل المهتمين بأمر السودان. إلى الذين قتلهم الطيران. الطيران قتل المهمشين وكل أبناء السودان. كل أبناء السودان في نيالا وفي أطراف الخرطوم. قتل الأطفال والنساء والأبرياء. الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني أخرجوا أبنائهم خارج السودان وتركوا الفقراء والمساكين يقتلون من غير سبب. الآن نحن عندنا قضيتنا إننا نرسل أصواتنا إلى كل المجرمين. الآن بداية حقبة جديدة من تاريخ السودان. الآن اليوم بداية حقبة جديدة من تاريخ الدولة السودانية. لقد انتهت دولة الظلم، الدولة التي قتلت كل الفقراء والمساكين من أبناء السودان، قتلتهم ظلما وجورا. 67 سنة تربوا على عرش الدولة السودانية، بنوا كل الأجهزة الأمنية وبنوا المنظمات وبنوا الخدمة العامة وبنوا الخدمة المدنية، وتركوا أبناءنا يتجولون في عواصم الدول المختلفة فقراء يتلهثون الأرض يبتغون من فضل الله. هؤلاء المجرمين لابد أن يخرجوا من أرض السودان، وهؤلاء المجرمين لابد محاسبتهم. لابد محاسبة الذين قتلوا أبناء السودان والذين أفقروهم والذين قتلوهم من غير الظلم، الذين قتلوهم ظلما وجورا. هؤلاء المجرمين وعلى رأسهم علي كرتي وأنس وأسامة عبد الله، هؤلاء المجرمين الذين يتبجحون وكأن السودان ضيعت آبائهم. الآن نحن بدأنا حقبة جديدة من تاريخ الدولة السودانية. لقد انتهى عهد هؤلاء المجرمين، لقد انتهى عهد الظلم، وبدأت دولة الحرية والعدالة التي تنصف الفقراء والمساكين بإذن الله. وفي الختام لكم كل التحية والتقدير لهؤلاء الشرفاء الذين حضروا إلى هذا المكان، ونرسل تحية إلى أهلنا في السودان وإلى الشرفاء من أبناء القوات المسلحة أن يتركوا هؤلاء المجرمين يذهبوا إلى مزبلة التاريخ من غير رجعة بإذن الله. ولكم التحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا، تحية للحضور مجددا. وسقطت يا كيزان.